طيب نبدأ كده بإذن الله. يا عم لسه فاضية لسه فاضية. ها؟ بالرقم بقى يعني فاهم، يقول 6501 كده يعني. يلا نبدأ. المحاضرة بتاعت النهارده محاضرة تقيلة شوية بس سهلة. ما فيهاش كلام نظري كتير، كله شوية أرقام وحسابات. هنحاول زي ما اتعودنا كل حاجة فاهمها هتفهمها أكتر، واللي أنت مش فاهمه هتلاقيه في الآخر بإذن الله حاجة بسيطة، وهنحولها لك لقانون سهل خالص اللي أنت تطبق بيه. طيب في الأول كده السؤال الأولاني اللي عندنا كان سؤال سهل، كان الهدف منه مهارة التعامل مع برنامج الضغط سايز فقط لا غير. أعتقد أنا مديك كمية الهواء ومديك الفقد في الاحتكاك، قايل لك كميه الهواء السبلاي 1350 والفقد في الاحتكاك 7 انش ووتر جيج لكل 100 فيت. نيجي السؤال هنا، هل انت في الديزاين بيكون مطلوب منك انك تفرض سرعه، ولا بتفرض احتكاك فقد في الاحتكاك، ولا بتفرض سرعه عشان يطلع لك فقد في الاحتكاك تثبته؟ بص الثلاثه صح. يعني انا ممكن عندي نقص خبره شويه، ولكن في حد قال لي ان المفروض وانت بتصمم فان كويل تبقى السرعات على بق المكنه تبقى من 600 مثلا ل 900. فانت هتخش على برنامج الضغط سايز بكميه الهواء والسرعه اللي انت فرضتها، هيطلع لك حاجه اسمها الدلتا بي على ال. هتاخد الدلتا بي على ال دي تثبتها لو انت شغال بطريقه الايكوال فريكشن لوسز، صح كده؟ طب انا طبقت مجموعه من المشاريع، هل انا محتاج كل مره اكون حافظ ان انا ادخل سرعه عشان اطلع باحتكاك وبعد كده اثبته؟ طب ما امال ايه هدف الخبره؟ طب ما انا عرفت دلوقتي اللي انا كل ما اجي اشتغل على فان كويل تقريبا بيطلع الدلتا بي على ال من 6 من 100 ل 8 من 100. طب ما خلاص اول لما انت تعمل اول لما تيجي تبدا البرنامج حط كميه الهواء والدلتا بي على ال من اول مره خلاص. ليه تدخل سرعه وبعد ما تدخل سرعه يطلع لك دلتا بي على ال، وبعد ما يطلع لك دلتا بي على ال تثبتها؟ الكلام ده انا كنت بقوله لك علشان تعرف من خلاله قيمه او رينج الدلتا بي على ال. فعلشان كده واحنا شغالين في الفان كويل بتكون الدلتا بي على ال تقريبا القيم دي ولا هي كود ولا هي ستاندرد، ولكن هي قيم اعتباريه احنا بنصمم على اساسها علشان واحنا بنحسب الاي اس بي نكون عارفين قيمه الدلتا بي على ال بكام. وصلت يا اخوانا؟ يبقى القيم دي احنا جايبينها منين؟ ولا جايبينها من كود ولا جايبينها من ستاندرد. طب انت لو زودت السرعه عن الليميت المطلوب، يعني سي مثلا فان كويل تروح معلي السرعه فيه، السرعه زادت، معامل الضوضاء زاد، الفايبريشن زاد، فعشان كده احنا في مجموعه من الرينج زي ما بنقول كده احنا بنشتغل على اساسه. الفان كويل بنشتغل على دلتا بي على ال من 6 من 100 ل 8 من 100. يبقى خلاص هفتح برنامج الضغط سايز 6 من 100 ل 8 من 100. ويفضل دايما تشتغل على القيم الاقل، عشان النقطه دي انا قلتها قبل كده، دايما انت كديزاين صمم على المينيموم، عشان اللي بيجي يعمل شوب درونج من بعدك لو جاب مكنه بتطلع كميه هواء اكبر فساعتها ايه اللي هيحصل؟ السرعه هتزيد شويه، معامل الاحتكاك هيزيد شويه. اما لو انت مشغل على الماكسيموم اصلا انت كده خليته يطلع بره الرينج اساسا. فيبقى كده الفان كويل الدلتا بي على ال من كام لكام؟ من 6 لكام؟ طب الاي اتش يو نقوم رايحين قايلين الاي اتش يو من 7 من 100 او 8 من 100 اخرك 1 من 10. ما تزودش عن كده، علشان انت لو زودت عن كده ايه هي المشاكل بقى؟ تعال نروح للمصنع. المصنع هتلاقيه بيقول لك ان لو سرعه الهواء زادت على الكويل، ما هو الاحتكاك زاد يعني معناها ان السرعه زادت، سرعه الهواء زادت على الكويل كده ما حصلش تبادل حراري بالشكل المثالي، الهواء بيجري من على الكويل. علشان كده انت تلاقي اغلب الموردين يفتح السبميتال بتاعهم او السوفت وير تلاقي ان السرعات على الكويل بيخلوها ما تزيدش عن 2 متر على الثانيه. طب هل القيم دي تهمني انا كمصمم؟ لا، هي تهمك انت كايه؟ كمصنع، ولكن احنا بناخدها بس للعلم بالشيء. فعلشان كده الاي اتش يو الرينج بتاعها من كام لكام؟ من 7 من 100 او 8 من 100 لكام؟ ل1 من 10. طيب في المراوح، سواء مراوح فريش او مراوح سحب، فانت غالبا المراوح دي بتكون محطوطه فين؟ محطوطه فوق في الاوت دور،
وبتكون بتخدم على جراشات، بتكون بتخدم على مطابخ، فمعامل الضوضاء ما بيكونش همك قوي، فساعتها انت ممكن توصل للاحتكاك من 1/10 ل 15/100. طب انا اقول لك المفاجاه، وانت بتصمم ضغطات السموك، ضغطات السموك ممكن بتصل ل 2/10 انش ووتر جيج. شوف معدل الفقد قد ايه. ما ساعتها هو انا لازمني اساسا معامل ضوضاء، انا لازمني صوت، الدنيا بتولع، المهم نهرب. وصلت يا اخوانا؟ يبقى دي الرنجات اللي احنا بنشتغل على اساسها. يعني في بعض الاحيان بيجي لك استشاري يقول لك وانت بتصمم الصاج ما تزودش الدلتا بي على ال عن 7/100 زي الحاله اللي قدامك دي. مش دي اتش يو؟ وانا قلت لك ان ليه اتش يو من 7/100 ل 1/10 كحاله ايديال 8/100، عشان ولا منها تبقى قليله ولا منها تبقى ايه؟ عاليه قوي. فهنا في المساله انا قلت لك 7 من كام؟ وقلت لك الضغط بتاع السحب يبقى كام؟ جميل. معاك كميه هواء ومعاك دلتا بي على ال. في السؤال ده انا فارض لك احد الابعاد، بقول لك فارض لك احد الابعاد على ان يكون 12. كل القصه هتدخل 12 وتشوف اللي قباله ايه قد ايه، فهتلاقي اللي قباله هيبقى 20 في ايه؟ 20 في 12، وده اللي هيحقق افضل اسبكتنج ريشيو وخلاف. وصلت كده يا اخوانا؟ باقي المساله اعتقد ما فيهاش اي مشكله. نيجي بقى على المساله دي. المساله دي رخمه. ليه رخمه؟ انا حاططها وانا عارف ايه الهدف منها. الهدف منها مجموعه من المهارات التصميميه عايز اعرضك ليه. عملت لك كده كميه لخبطتها كده، ضربتهم لك في الخلاط في الحته دي. طب هل انت مطلوب منك انك تطلع من المساله دي فاهم كل حاجه؟ مجاوب على كل الحاجات اللي فيها مظبوط؟ الاجابه لا. مستحيل واحد يعدي من السؤال ده من غير غلطه على الاقل. هل علشان هو صعب؟ عشان هو فيه ثغرات. تمام؟ طب تعالى كده نمسكها مع بعضنا. انا قبل اما اروح للاسئله تعالى نشرح الرسم. عندك فان كويل يونت، الفان كويل يونت طالع منها ضغط رئيسي، الضغط الرئيسي ادى برانشين وبعد كده عملت مسلوب. لو انت جيت اخدت بالك السلبه اللي بتبان خطين عندك دي يعني سلبه في البعد اللي انت مش شايفه، يعني في الدبس مش في الويتس. كملت بضغط رقم 2 اخدت منه 2 برانش. رقم 1 وانا بحلل الرسم ماليش دعوه بالاسئله. رقم 1 البرانشات اللي انا باخدها دي المفروض يكون الدبس بتاعها اقل من البرانش من المين اللي انا باخد منه. يبقى دي اول نقطه. تاني نقطه ودي اللي هتلخبطكم، ان المفروض ان الديفيوزر ده بيعدي منه كميه هواء 237. فال 237 لو فتحت اي كتالوج او الام اي بي كي هتلاقي ان الديفيوزر 12 في 12. فنيجي للقاعده الثانيه ان يقول لك ان العرض المفروض على الاقل يبقى 2 بوصه وفي بعض الاحيان ممكن يبقى بوصه. ده في حاله لو الضغط ماشي فوق وانا باخد منه نك مباشر. فعلشان كده بسم الله الرحمن الرحيم ضغط رقم 1 المفروض ما يقلش عن 14 العرض بتاعه. صح كده؟ علما ان في الاختيارات 12 في 6 و12 في 6 صح. ولكن انا لو جبت ضغط 12 في 6 وتحت 12 في 12 فانا كده هعمل حاجه اسمها سن حامي. يعني اللي انا هوصل التيك اوف هتبقى على الطرف مش هتكون فاتحه من جوه. فاكرين الفيديو بتاع المحاضره اللي فاتت اما انا اوريكم ان التيك اوف بيبقى لها زي شرشره كده من جوه بتتنى من جوه؟ طب في حاله لو كان العرض 12 وبفتح فيه تيك اوف 12 هيبقى هنربط بمسامير من بره، هيبقى بيتقال عليها في السوق سن حامي. جميل كده؟ فيبقى الف ب الضغط من قبل ما اروح اشوف المساله. يعني انا عارف ان هو هيسالني هنا سؤال رقم 1 لازم يكون العرض بتاعه كام على الاقل. طب ليه 14 علما ان 12 في 6 صح؟ عشان مرتبط بالديفيوزر. وصلت النقطه دي؟ طيب ضغط رقم 2 انا هطلع ده 14 في 6 يبقى لازم ضغط رقم 2 الدبس بتاعه ما يقلش عن 8. شوف احنا لسه ما رحناش على المساله اصلا. اتفضل. هو مش ممكن اتحكم في حجم النيك اصلا بعيد عن الديفيوزر 12 في 12 ممكن اعمل نيك زي ما انا عايز؟ يعني انت عايز تطلع يعني مثلا الضغط هنا 12 هتطلع منه مثلا ب 10 في 10 وتنزل تفتح ينفع. بس هل انت شايف اللوسز قد ايه عندك؟ خنقت. اصل بص المسافه ما بين المين ضغط والديفيوزر قد ايه؟ مسافه قليله قوي. ففي الحته دي انت عايز تخنق هواء وبعد كده توزعه تاني. غير الارتفاع لا انا ممكن اعمل اللي هو بيقول عليه ده، بس انت شايف في حته صغيره خنقت الهواء يعني السرعه زادت.
وبعد كده وسعت تاني. تمام؟ طيب نيجي بقى عند السؤال رقم 3. هيجي يرمي لك كلمه كده كان الهدف منها اختبارك لغويا. انا جاي اقول لك ان المسافه المسموح بها لاعمال التكييف 40 سم. انا جيت قلت لك دلوقتي ارتفاع السقف المعلق 40 سم. انا جبت سيره السقف المعلق؟ انا بقول لك انت شغلك ينفع يبقى فوق السقف المعلق في 40 سم. ليه بقى تقوم رايح قايل ان ال 12 مرفوضه؟ ليه يا عم مرفوضه؟ اصل لما يبقى الدبس 12 يعني 30 سم لسه هيتجمع بكادرات. يعني بقى لو كادرات، انا بقول لك لو كادرات 5 سم فوق 5 سم تحت يعني 40، صح كده؟ نيجي بقى على العزل. نيجي على العزل 5 سم. طب هو اساسا الضغط ده هيتجمع كادرات؟ انت فرضت ليه اللي هو يتجمع كادرات اصلا؟ يعني انت فرضت ليه تجميعته كادرات؟ هل من المقاسات الصغيره دي يستدعي الامر ان تجمعها كادرات؟ الازمه هنا في السؤال اللي انت فكرت ان ارتفاع السقف المعلق 40 سم فقمت راح مستبعد على طول ال 12 دبس. فنيجي كده نشوف هنا السؤال ده. اول حاجه في السؤال الاولاني 12 في 6 احنا قلنا صح، ولكن الاختيار هيكون 14 في 6. ليه؟ علشان النك بتاعت الديفيوزر. ده احنا عارفين ان هو لازم يبقى الدبس بتاعه في 8. لخبطتك اديتهم لك كلهم في 8. كل اللي هتعمله هتخش على الضغط سايز هتكتب 8 وتشوف البعد الثاني هيطلع معاك كام وبناء عليها هتختار. الضغط الثالث هو اللي رخم شويه. بيقول لك هنا ايه؟ ان يكون اقصى مسافه مسموح بها فوق السقف المستعار لا تتجاوز عن ايه؟ 40 سم. عشان ما لخبطش اللي بعدكم اقوم قايل له علما ان طريقه التجميع قشاط وسحاب، عشان ما يودينيش في حته ايه؟ الكادرات، والكادرات بس الواحده 10 سم والعزه 5 سم، فانت كده عديت ال 45. يعني اوقفه في واحده احسن ما اوقفه في الاثنين. فهنا الاختيار الافضل كاسبكتنج ريشيو، عشان انا قايل له هنا كاسبكتنج ريشيو 16 في 12 ده الافضل كاسبكتنج ريشيو. طب ملحوظه بقى، انا لو بصمم عندي الرسمه دي وبصمم، انا كاحمد هخليها 16 في 12 ولا 20 في 12 ولا 20 في 10؟ انا عن نفسي هخليها 20 في 10. يعني انا عن نفسي هتقول لي بس 16 في 12 افضل كاسبكتنج، اقول لك انا اولى بال 5 سم دول. ال 5 سم دول اعرف امشي فيهم ماسوره تغذيه، اقدر امشي فيهم ماسوره فاير، اقدر اعمل فيهم اي حاجه. طول ما انت في الرينج المسموح كاسبكتنج ريشيو من 1 ل 3 ابروف. امتى نلجا لاربعه؟ في اضيق الحدود اللي مفيش حل غير كده، خلاص مضطر ان انا ازود العرض واقلل ايه؟ في الارتفاع. اما تيجي تقارن لي ما بين 20 وده اقول لا 20 في 10 احسن. طب امتى بقى اكون مجبر على 16 في 12؟ في حاله لو انا هاخد برانش الدبس بتاعه اساسا 10، فساعتها انا مجبر على ايه؟ هاخد 12 عشان اعرف. طب اقول لك على حاجه، في بعض الاحيان هخليها برضك 20 في 10، بس اما اجي اخد البرانش مش هاخد البرانش بتيك اوف، هاخده برجل بنطلون. بصوا هعملها ازاي؟ المين ضغط الرئيسي بتاعي اهو. انا بدل لما انا اجي افتح هنا تيك اوف واقول لك ان التيك اوف ده علشان افتحه محتاج يكون الدبس بتاعه اقل من ده، وانا مش عايز ازود الدبس ده، انا عايز احافظ ان الدبس ده يكون 10. شوف بقى نعمل ايه؟ اهو اقوم قايل لك طب ايه رايك تاخده كده؟ ايه رايك في الفيتنج دي؟ زي رجل، لا ده رجل البنطلون ممتازه كلوسز، ولكن هي عيبها تكلفه التصنيع. يعني انا ممكن الجا في بعض الاحيان اللي انا استخدم رجل البنطلون. ايه هي رجل البنطلون دي يا اخوانا؟ هي قطعه فيتنج واحده هياخد منها برانش زي كاني بعمل كوع، فملهاش عايزه دلوقتي اللي انا ايه؟
يبقى البرانش بتاعي اقل من المين بالاثنين بوصه. يبقى دي كلها فيتنج انت تقدر تستخدمها وانت بتصمم. ما تبقاش دايما دماغك مقيده على التيك اوف. ما تبقاش دايما هاخد برانش يعني تيك اوف، لا في بعض الاحيان بنرجع لرجل البنطلون عادي. نعم 14 بوصه 35 سم. العزل بتاعهم بكام؟ 5 سم يعني 40. طب الزاويه اللي هتشيل الصاج بكام؟ عديت خلاص. فاهمني؟ انت ال 14 35 سم عليهم عزل، اقل عزل عندك بوصه وبوصه يعني 5 سم، يبقى كده انت كام؟ 40. طب مش الزاويه دي بتبقى تحت العزل؟ اقل زاويه عندك كام؟ 3 في 3 مثلا. مش ال 3 سم دول عدوك بره الثلاثه بقيت 43. هو الافضل كاسبكتنج ريشيو. بس انا زودت في حته ثانيه، هو احنا اتفقنا ان المسلوب جاي من الهايبر. انا ماليش دعوه دلوقتي بالمسلوب، انا بكلمك دلوقتي ان بصيت على عرض الضغط 2. لا انا ماليش دعوه بعرض الضغط 2. الرسم لا انا ليا بثلاثه. 2 و3 على الرسمه كانوا نفس العرض. هم نفس العرض بس مش نفس الارتفاع. اول لما بصيت على نفس العرض الاثنين احنا عملنا 14 في 8. رحت واخد العرض بتاع ده هو العرض بتاع ده وحطيتهم على الضغط. ما هي حطها هنا. ضغط رقم كام؟ 3. انت بتتكلم انت ربطت ما بين الرسمه اللي فوق ان الرسمه اللي فوق كان اللي ورا ده كان 14 في 8، فقلت يبقى اللي قبله يبقى 14 في 14. المسلوب كان نازل في الهايبر. ماشي دي على فكره توقع. انا بقول لك دي توقع لو انت ربطت ما بين اللي فوق. انا ما كانش هدفي من الامتحان ده، اصل ده امتحان يا باشا صاج. يعني امتحان صاج كل الخيارات صح، كل الخيارات تنفع. وصلت؟ فطالما كل الخيارات تنفع فيبقى احنا هنا مش بنتعلم ديزاين، احنا بنتعلم ازاي بس نفكر. فاهميني؟ فعشان كده انا مش لازمني هنا الاجابات بتاعتكم عامله ايه اساسا، انا لازمني انتوا فكرتوا ازاي. يعني 14 في 14 اداني مبرر، 12 في 6 اديني مبرر، 14 في 6 مبرر. اصل الساق سهل فكل الاختيارات صح، ولكن انا بقعد اديك شويه شروط عشان ايه؟ اضيق عليك بس الاختيارات. ضغط رقم 4 فين؟ اهو. طيب نيجي بقى هنا للضغط رقم 4. ضغط رقم 4 فاكرين المقوله اللي انا قلتها لك؟ في حاله لو كان التغير في البعد 2 بوصه فيما اقل لا داعي لعمل مسلوب. فاكرين انتوا الامانه قلت لك كده؟ طب انت لو عملت مسلوب هل هو غلط؟ لا مش غلط، ولكن انا هنا في العامله هنا بقى لو بنت على الرسم هتلاقي ان المين ضغط ما اتسلبش. المين ضغط من اوله لاخره نفس المقاس. في قدامك اي مسلوب؟ مفيش. يبقى اما انا اجي اسالك على مقاس الضغط رقم 4 انا ما اقصدش مقاس الضغط رقم 4 اللي شايل الهواء اللي هم ال 125 دول. انا اقصد بمقاس الضغط رقم 4 اللي هو اصل الضغط ذات نفسه. يعني انا المفروض اما اجي ادخله على برنامج الضغط سايز ادخل 125 ولا ادخل 250؟ 250. وصلت كده؟ ما هو باين قدامك اقول لي انا ما عملتش مسلوب. وصلت؟ مزاوله ثانيه اهي عادي بنتعلم. فهنا اول حاجه عرض الضغط المفروض يكون كام؟ ال 125 بتعدي من نك 9 في 9، فيبقى كده عرض الضغط المفروض لا يقل عن كام؟ عن 12. صح كده؟ طيب 12 بقى في كام؟ طب ما انت محتاج تدخل على برنامج الضغط سايز كميه الهواء ومحتاج تدخل الدلتا بي على ايه؟ على ال. كميه الدلتا بي على ال هنا انا قايل لك 6 من 100. في المساله الاولانيه كانت 7 من 100، هنا 6 من 100. فانت معاك دلوقتي كميه هواء 250 ودلتا بي على ال 6 من 100 ومعاك يعتبر احد الابعاد اللي هو 12، يبقى ناقصك البعد الكام؟ يبقى هنا التركه الوحيده هي ايه؟ اللي انت اما هتيجي تصمم الضغط رقم 4 هتصممه على اساس ايه؟ السي اف ام بتاعت الديفيوزر ده، ولكن هو في الحقيقه المفروض انهي سي اف ام؟ السي اف ام بتاعت ايه؟ الاثنين مع بعض. نعم قول. طيب نيجي اسالك بقى سؤال فني. الضغط رقم 10 هيتعدى منه كميه هواء انهي؟ ال 125 صح؟ من وجهه نظرك المفروض يكون مقاسه كام في كام؟ ما معلومه كميه الهواء ال 125 والدلتا بي على ال اللي هي عندي 6 من 100 او 7 من 100. 6 من 100 هنا افرض احد الابعاد يديك البعد الثاني. طيب السؤال بقى فنيا، هل الفتحتين دول صح؟ اللي انا اعمل فتحتين بالمنظر ده صح؟ صح
اوكي، غلط قول لي ايه الصح. هو ده 10 ده ازاي؟ بص يا باشا، مش انت عندك الهواء السبلاي اترمى لتحت وسخن طلع تاني لفوق؟ انا عايز اودي الهواء ده للمكنه. فانت بتوديه ازاي للمكنه؟ عن طريق ان الهواء اتجمع فوق السقف المعلق، وبعد ما يتجمع فوق السقف المعلق بيعدي عن طريق فتحه في الحيطه فوق السقف، فدي اسمها ترانسفير داكت، يعدي من الاوضه دي للاوضه دي لغايه اما يوصل لفين؟ المكنه. ما هو الهواء اتجمع فوق السقف المعلق هنا، اتجمع هنا فوق السقف المعلق، هيوصل ازاي اللي فوق السقف المعلق ده للمكنه دي؟ لازم افتح هنا فتحه في الحيطه اسمها ترانسفير ايه؟ داكت. هل من المنطقي اللي انا اخلي الفتحتين هنا؟ ممكن اعملهم مع بعض. هو الطبيعي اللي انت تعملهم جنب بعض. يعني ايه تعملهم جنب بعض؟ انا هخلي الفني يطلع يفتح هنا فتحه واخلي فني يفتح هنا فتحه. طب ما يطلع مره واحده ويفتح فتحه واحده بس واسعه شويه عشان الهواء. يعني تخيل كده انا قمت رايح مزود الفتحه دي شويه كده اهو، بحيث ان الهواء اللي بيترمي يرجع من جنبها، ويبقى اسمها ايه؟ فتحه واحده ايه؟ كبيره. وصلت كده يا باشا؟ مفهومه؟ كده فيها اي مشكله؟ وصلت؟ يعني في حته الترانسفير داكت حاول تخلي فتحه الترانسفير داكت جنب الاختراق بتاع الداكت عشان تبقى اسمها ايه؟ فتحه واحده في الاخر. طيب شايفين بقى هنا في ضغط رقم 6 ضحكت عليكم. لو انت جيت صيصت ضغط رقم 7 على 350 سي اف ام، هم الاثنين مع بعض 350 سي اف ام، لو انت صيصته على 350 سي اف ام هيطلع لك ان مقاس الصاج تقريبا اعتقد 14 في 6. لو انت صيصته هيطلع كام؟ 14 في 6. لو انت اخدت منه برانش، خلي بالكم ان اتجاه المسلوب ده غلط بس ماشي. لو انت اخدته منه هنا برانش فكميه الهواء هتقل، هتبقى 175. لو دخلت على برنامج الضغط السايز 175 مع دلتا بي على ال 1/10 هيطلع لك ان مقاس علبه الصاج المفروض تبقى 14 في 4. مش هي كانت 6 وبقت 4؟ مش انت لسه قايل لي فوق اذا كان التغير 2 بوصه فيما اقل ممكن ما تغيرش، بس انا هنا ايه؟ عملت لك مسلوب. يعني انا غيرت عشان اعودك ان انت لو ما غيرت الصح ولو غيرت برضك صح. وصلت يا باشا؟ فهمت الحته دي؟ فهنا هيطلع كام؟ 14 في 4، اما هنا هيطلع كام؟ 14 في 6. طب لو انت ما كنتش شفت هنا مسلوب خالص يبقى مقاس 7 زي مقاس ايه؟ 6. طب هل ده غلط تكنيكال؟ لا مش غلط تكنيكال. ليه؟ عشان مقدار التغير لا يستدعي لعمل مسلوب. وصلت كده يا باشا؟ نفس القاعده بالظبط عملتها على الضغط ده اللي هو 9. هتلاحظ ان 9 ده 3 حمامات، كل حمام انت بتسحب منهم 100 سي اف ام. 100 سي اف ام النك بتاعته 6 في 6 تقريبا او 9 في 9 مش متذكر كام. افتح الام بي كي هتلاقي 9 في 9. ف9 في 9 يعني المفروض المين ضغط اللي فوقيه او 10 على فكره. في بعض الاحيان احنا ممكن نخليه 10. هو اهم حاجه يكون ازيد من النك اللي هتتاخد منه. احنا بنقول بوصه وبوصه، بس لو في اضيق الاحوال خليناها نص ونص تشتغل. المهم عندي ان ال 300 سي اف ام دول 300 سي اف ام ده هم انا ممكن اطلعهم من ضغط ثابت وما اسلبش عشان مقدار التغير مش كبير. يعني مقدار التغير عندي مش ايه؟ مش كبير، ولكن انا هنا عملت مساليب. فمعنى نعم ما شفتش المساليب؟ معلش انا اسف. اهو انا اتصدمت بيهم دلوقتي. يا عم مش مهم يعني هتيجي من دول. صحيح. المهم يا اخوانا، هو الهدف من المساله ديت هو ايه؟ الهدف منها 3 حاجات. اول حاجه اللي انت تركز في النك بتاعت المخرج. سيبكوا بقى من السؤال خالص، نطلع منه بايه الاهداف. اللي انت اول حاجه بتعملها مش انت بتحسب الحمل الحراري، وبعد ما بتحسب الحمل الحراري بتشوف كميه الهواء قد ايه، وبعد ما تشوف كميه الهواء بتوزعهم على عدد مخارج، وبعد ما بتوزع على عدد مخارج بتروح على الكتالوج بتشوف ان كميه الهواء دي هتخرج من مخرج النك بتاعته كام في كام. دي مراحل التصميم. يبقى انت اول حاجه تهتم بيها وانت بتصمم الصاج النك بتاعتك كام. صح كده؟ عشان الصاج هو اللي هيتوصل بيها او هي هتتوصل بالصاج. يبقى دي اول نقطه. يبقى اول معلومه تاخد بالك منها النك بتاعتك كام. طب تاني نقطه انك تعرف تشتغل على برنامج الضغط سايز صح. يعني ايه صح؟ تراعي مناسيب السقف المعلق، تراعي الاسبكتنج ريشيو، تراعي اللي انت ازاي هتوصل الضغط بالديفيوزر. ثالث نقطه
ودي المهاره اللي انا عايزك تهتم بيها هنا، ان لو كان التغير في مقاس الصاج 2 بوصه فيما اقل انت ممكن تتلاشاه وممكن تعمل. وصلت كده؟ يبقى خلاصه ده هم في ال3 كلمات دول. اتسالتوا عليهم 20 سؤال، غلطتوا في ال 40 سؤال مش مهم. المهم عندي هم ايه؟ ان انت تطلعوا بال3 حتت دول، 3 كلمات دول. وحته فنيه بتاعت موقع، ان في حاله اما تيجي تفتح ترانسفير دكت حاول بقدر الامكان تجمع السبلاي والريتيرن في فتحه واحده. وصلت؟ مفهومه الحته دي؟ يبقى انا ماليش هدف من السؤال ده، جاوبته صح جاوبته غلط مش فارق معايا، المهم انت تطلع بايه؟ ب3 نقط دول. تبدا بايه؟ تبدا بايه؟ بالنيك بتاعت الديفيوزر. تاني نقطه، تفكر ازاي هتوصل الضغط بالنيك. يعني انت محتاج تتعلم الضغط سايزر. الحمد لله الحمد لله. فاحنا محتاجين الضغط سايزر، نراعي فيه ارتفاع السقف المعلق، نراعي فيه ان انا ازاي اوصل ما بين الضغط وازاي اوصل ما بين الديفيوزر. ثالث نقطه، هو لو كان التغير عندي 2 بوصه فيما اقل انت صاحب القرار، عايز تعمله اعمله، مش عايز تعمله ايه؟ ما تعملوش. وصل كده؟ مفهومه؟ مفهومه الحته دي؟ طيب من ضمن الحاجات اللي انتوا هتقعوا فيها في الامتحان ده كان في سؤال بيسالك عن سمك الساق. صح كده؟ انا عدلته على فكره عشان هو كان يلخبط. يعني انا زودت فيه، اسف يعني. انا زودت هنا في كلمه بدون تدعيمات. احنا عندنا نوعين من التجميع، ممكن اجمع بتدعيم وممكن اجمع من غير تدعيم. التدعيم ده يتمثل في ايه؟ في كادر فريم قشات وسحاب مدعمه. يعني في قشات وسحاب بتبقى لها عصب، هنوريها لكم في الجزء الاخير من المقابله. فقشات وسحاب ممكن تبقى من غير عصب وممكن تبقى بعصب. اللي انتوا اتفرجتوا عليها في الفيديوهات بتاعت المحاضره رقم 7 دي كانت من غير عصب. تمام كده؟ فدي تمثل نقطه تجميع غير مدعمه. واحنا زي ما احنا عارفين بنخش جدول اسمكنا بالضغط والبعد الاكبر. الضغط وليكن 1 بوصه والبعد الاكبر عندنا اللي هو 500. ده مع ده. عندك عمود رقم 2 من غير تدعيمات، عندك عمود رقم 7 ده بتدعيمات. عمود رقم 2 مع تقاطع ال 500 مللي هيطلع 1 مللي. اما عمود رقم 7 اللي هو فيه تدعيمات هتلاقي 55 من ايه؟ من 100. هو ده بس التركه كلها. هتيجي بقى تقوم راح قايل لي حسابات الاي اس بي. حساب الاي اس بي صعب، حساب الاي اس بي بيلخبط، حساب صح كل السيناريو ده. لا نركن الاي اس بي لبعد ما نسالكم كام سؤال ونشوف جاوبتكم عليه. في حاله ان المسلوب يكون من اتجاه واحد يفضل ان يكون الزاويه طولها كام؟ في حاله ان المسلوب يكون من اتجاه واحد يفضل ان الزاويه لا تزيد عن كام؟ 30. طب لو كان من ناحيتين؟ هي على حسب، انا بتكلم على اللي انا شرحته بس. طيب المسلوب اللي بيبقى على بق مكنه الفانكو اليونت بنسميه ايه؟ يعني اللي اساله بس بعد اذنك. الهدف من البلينم بوكس، ممكن تقول لي ايه الهدف من البلينم بوكس؟ كمال السرعه والصوت. يعني كلاهما. طيب هسأل سؤال صعب كده، ممكن تقول لي احنا بنعزل اصلا البلينم بوكس من جوه بعزل اسمه ايه؟ عزل اسمه ايه؟ العزل اسمه ايه؟ اللي احنا بنعزل بيه من جوه. قول. الارموفليكس. هل الارموفليكس ده ينفع اعزل بيه الضغط من بره؟ ليه مش ممكن؟ يعني اللي بيقول لا ليه؟ ينفع تعزل من بره. لا ده اغلى، ده اغلى من الصوف الزجاجي. يعني ولكن احنا بنلجأ له في الاماكن اللي محتاجه هيجين عالي زي مصانع الادويه وزي الاكل وخلافه. تلاقيه يقول لك اما تيجي تعزل الضغط ما تعزلهولوش صوف زجاجي، اعزله له من بره ارموفليكس. والارموفليكس عندنا ليه سمكات، في سمك 6 مللي و9 مللي و13 مللي و25 مللي. فبنعزل من بره. كفاءة العزل بتاعت الارموفليكس تقريبا ضعف كفاءة الصوف الزجاجي اللي هم لهم نفس السمك.
في نوع من انواع الضغط الصاج بنعتبرها في السوق غش تجاري، هي جي 60 ولا 90 ولا 115. طب ممكن تقول لي الجلفنه بتاعت الجي 90 كام جرام للزنك؟ 275. لو عندي ضغط البعد الاكبر بتاعه 42 بوصه، ممكن تقول لي المسافه ما بين السبورت والسبورت المفروض تكون كام؟ هو اساسا الرينج بتاع السبورتات من كام لكام؟ وانت قلت 3 حتى كمان، يعني انت بتقول يعني هو غلط اللي انت قلته، التاني ده غلط اللي انت بتقول من 1.5 ل2. فانا لما قلت لك عرض الصاج 42 يعني 42 ده يعني تقريبا 105 متر و5، هحط سبورت ما بين العلبه والعلبه كل 3 متر، يعني شايف العرض قد ايه؟ ايه؟ بنرجع سواء لاسماكنا او للكود المصري بالبعد الاكبر هنلاقي قطر التيش وهنلاقي ابعاد الزاويه وهنلاقي المسافه ما بين السبورت والسبورت. طب هل انت مطالب بحفظ الارقام والقيم؟ لا. انت كنت ممكن تهرب من السؤال تقوم راح قايل افتح كتاب الام اي بي كي الجزء الخاص بكذا هتلاقي فيه جدول كذا طلع منه كذا. هو ده التصميم يا اخوانا. في اسئله معتمده على الارقام انت مش مطالب بحفظها اصلا. احنا مش بصمجيه عمالين نحفظ ارقام، انت هتحفظ الرقم ولكن بعد ما تطبق عليه كتير. مش هتحفظ الرقم عشان انت قدامك جدول قعدت تسمع الارقام اللي جواه، طبعا احنا مش هنعمل كده. ولكن اي رقم معتمد، اي سؤال معتمد على رقم انت من حقك توجهني لمكان الرقم مش لمعرفه الرقم. يعني تقول لي افتح الحته الفلانيه هتلاقيه فين. ده معناه ان انت لما هتيجي حضرتك تصمم هتفتح الحته الفلانيه وتطلع منه الرقم. طب بعد شويه بعد وقت الرقم ده هتلاقيه في بالك، ودي بقى تتمثل في الخبره اللي انت ما عدتش هتفتح الكود، ما عدتش هتفتح، خلاص الارقام لخصتها عندك وبقيت بتستخدمها كتير. هي كام؟ 2 متر. واحنا بنعملها في الواقع بنخليها 1.5 متر. المقاطع الكبيره بص احنا التحاميل عاده بنخليها من 1.5 متر ل2 متر ونص. كل ما المقطع كبر كل ما المسافه ما بين السبورت والسبورت قلت. طب هل احنا بنقعد نقيسهم بالمسطره؟ يعني لا احنا بالعين. ولكن حد سالك ارجع لايه؟ لاصل المعلومه. تمام؟ متر ونص. انت كل ما تقلل المسافات كل ما انت امن. انت بتشيل الحاجه كتير. فبدل لما كل 2 متر بعمل سبورت ده انا في 3 متر عملت ايه؟ سبورتين. هنا بيقول لك عندنا انواع من الصاج، في صاج بيستخدم في التكييف، وفي صاج بيستخدم في الاهواد، وفي صاج بيستخدم في الجراشات، وفي صاج بيستخدم في السموك. ممكن واحد كده يقول لي الصاج اللي بيستخدم في التكييف بيبقى صاج مجلفن ولا بلاك ستيل ولا ستانلس؟ انت جبت النوع الرابع. ايوه الفايبر بيشتغل اللي هو مسبق العزل، الضغطات مسبقه العزل. ولكن ده نوع، انا بقول لك بخيرك ما بين 3: مجلفن بلاك ستيل وعندك ستانلس وعندك الومنيوم. الستانلس بيشتغل في العمليات قلنا، والعمليات على فكره الصح تشتغل ستانلس ولكن احنا بنشتغلها جلفانايد عادي، والجلفانايد هو الشائع الاستخدام. طب بالنسبه للاهواد السحب البلاك ستيل. طب بالنسبه للسموك طيب هل ينفع استخدم جلفانايزد في حاله البلاك ستيل بدل البلاك ستيل في السموك؟ في بعض الاحيان الاستشاريين بتقبله عادي وتقول لك زود السمك بس بتاعه تخليه ملي وايه؟ ملي وربع او ملي و2 من 10، ولكن بنشتغل بيه عادي. تمام؟ بس عندنا في مشكله علب الصاج الملي والربع لوجيك مش هتتجمع وشوط سحاب، ممكن تتجمع في ريمات او كادرات. جميل كده؟ احنا عارفين ان ما بين الكادر والكادر المفروض بنحط حاجه اسمها جاسكت، صح كده؟ علشان لما نيجي نربط بالمسامير تخدم سقف صاج هيحصل تسريب. اما الجاسكت يعني لما تعرف بلغه الصناعيه تقول لك بيحرق على المسمار، يعني بيربط عليه جامد فتلاقيه قفل على نفسه، صح؟ الجاسكت بيتعامل مع الاسطح البارده، اهو مطاط. يعني تخيل كده معايا
جوان. تخيل كده معايا احنا عدينا جوه الضغط هواء سخن بدخان، ممكن ايه اللي يحصل للجاسكت؟ ده ممكن يولع. انت كده جيت تكحلها عمتها بلغتنا، صح ولا غلط؟ يبقى انت لازم تاخد بالك ان الجاسكت ما ينفعش يستخدم في تجميع الضغطات اللي هيعدي منها حاجه سخنه. الاهوات، السموك، امال احنا بنجمعه بقى بايه؟ ماده اسمها الامينت. الامينت ماده شبيهه للجاسكت، هو عباره عن شريط بتيجي تلفه على الكادر زي الجاسكت بالظبط، ولكن ده يعني غير قابل للاشتعال، مش زي الجاسكت. الجاسكت يسيح فاير ريتد. وصلت؟ يبقى في حاله تجميع المقاطع اللي هي الفاير ريتد اللي هي بيعدي فيها دخان وحراره ما بتتجمعش بجاسكت. ما تحطش جاسكت ما بين العلبه والعلبه، امال المفروض تحط ايه؟ تحط اميان. هوريلكم شكله في الاخر.